مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد. اليوم راح نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو فوائد الفيتامينات للجسم. مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد. اليوم راح نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو فوائد الفيتامينات للجسم. الفيتامينات هي مركبات عضوية ضرورية لجسمنا، وبدونها ما نقدر نعيش حياة صحية. تخيل معي إن جسمك مثل السيارة، والفيتامينات هي الزيت اللي بيخلي كل شيء يشتغل بشكل سليم. خلونا نبدأ بفيتامين A اللي بيحافظ على صحة عيونك وبشرتك. تلاقيه في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ. أما فيتامين C البطل اللي بيقوي مناعتك موجود في الحمضيات والفلفل الحلو والطماطم. فيتامين D اللي بنحصل عليه من أشعة الشمس ضروري لعظامنا وأسناننا. وما ننسى فيتامين B، المركب اللي بيساعد في إنتاج الطاقة وتحسين المزاج. المركب اللي بيساعد في إنتاج الطاقة وتحسين المزاج. تعرفون إن نقص الفيتامينات ممكن يسبب مشاكل صحية كثيرة؟ مثلا نقص فيتامين B12 يسبب التعب والإرهاق، ونقص فيتامين D يضعف العظام. الحل الأمثل هو تناول غذاء متوازن ومتنوع. الخضروات الملونة، الفواكه الطازجة، البقوليات، واللحوم الخالية من الدهون، كلها مصادر غنية بالفيتامينات. لكن انتبهوا، مو معناه إننا نكثر من الفيتامينات. زيادتها مثل نقصها مضرة. دايما استشيروا الطبيب قبل ما تأخذون أي مكملات غذائية. نصيحتي لكم، ركزوا على الأكل الصحي المتوازن، تعرضوا لأشعة الشمس بشكل معتدل، ومارسوا الرياضة. هذه الثلاثة هي مفتاح الصحة السليمة. وقبل ما نختم، أحب أذكركم أن صحتكم هي أغلى ما تملكون. اهتموا فيها واستثمروا فيها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ما يفوتكم أي جديد. شاركوا الفيديو مع أحبابكم عشان تعم الفائدة. شكرا لكم على المتابعة، وأراكم في الفيديو القادم. دمتم بصحة وعافية.